السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هكمل معاكم سلسلة الفيديوهات اللي بدأناها عن جهاز العروسة. وان شاء الله هنتكلم معاكم النهارده عن الكاسات والكوبايات وكل والفناجين للقهوة وبرضو للشاي، وكمان كوبايات العصير. هقول لكم ايه اتحط في المطبخ وايه اتحط في النيش، وكمان هحاول اقول لكم على اللي انا فاكراه، الاسعار بتاعتهم والاماكن كمان انا جبت منين. معظم الحاجات انا جبتها من اماكن ممكن تلاقوا منها فروع جنبكم. يا ريت لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وعملوا لي لايك على الفيديو عشان يظهر لأي عروسة محتاجاه لو شايفين إن المحتوى ده مفيد ليكم. وهعمل لكم كمان الفيديو جاي إن شاء الله عن الأطباق اللي تبقوا محتاجينها. كملوا الفيديو للآخر وهقول لكم على العادات اللي تجيبوها. ولو حد عايز يسألني على أي حاجة يسيبها لي في الكومنتات تحت هرد عليكم. هنبدأ أول حاجة مع بعض عن الكاسات. الكاسات انا هوريكم منها كذا شكل الموجود، هو معظم الاشكال اللي انا جايباها ساده. انا ما بحبش الحاجات المذهبه، لو حابينها او ذوقكم هاتوها. اول طقم كاسات ده بوريهولكم. الطقم ده كان من مول المحله، كان ب 230 جنيه. هو انا شكله عجبني بس للاسف ما كانش عملي، الازاز بتاعه ضعيف واتكسر منهم واحد اصلا اول مره استخدمهم. تاني واحد ده كنت جايباه من العتبه، من فروشات بتبقى قاعده على الارض، وده كمان كنت جايباه من العتبه. اخر واحد الملون ده عايزه اقول لكم خامته وحشه جدا جدا. عموما لو عايزين اي كاسات ملونه ما تجيبوهاش مطليه بس من بره، لانها بتبقى دي مع الغسيل بتروح. يا اما تجيبوها نفسها ملونه، يا اما تجيبوا ملتهبه بس عشان ما يبقاش النيش كله ساده. الطقم بقى اللي عايزه اكلمكم عليه بعد كده، الطقم ده كان من ماركه مصري اسمها بازاباتشي. والماركه دي بيبقى فيها 3 احجام للكاسات، اللي هو كان زي الطبق الجيلي والمتوسط والطويل الرفيع ده. الحقيقة ما ندمتش خالص ان انا جبتهم، كانوا مدرانين، كانوا سعرهم حوالي 450 جنيه، جبت منهم طقمين. احلى حاجة معايا الكاسات الكريستال او الار سي ار، في منها كتير مضروب. حاولوا وانتوا بتجيبوا الكريستال يعني تكونوا فاهمين، شوفوا الازاز بتاعه. الازاز بتاعه بيبقى نقي اكتر بس هو بيبقى سعره اغلى. الار سي ار ده ايطالي، بص الفرق بينه وبين المصري. انتوا كمان ممكن تعرفوا الكاسات الكريستال لما بتخبطوها ببعض الاتنين بيعملوا صدى صوت. بيرن، مش بيبقى الصوت مكتوم. وطقم الكريستال ده كان من محلة وكان ب 250 جنيه. عايزة أكلمكم دلوقتي عن الأم الفناجين اللي جبتها للقهوة. أنا جبت 3 طقم فناجين. استخدمت واحد في المطبخ وفي عندي 2 في النيش، وكمان الطقم بتاع الصيني بيبقى معاه أطقم قهوة وأطقم شاي. الطقم ده أنا كنت جايباه فرداني من سنتر شاهين دي فروع في أماكن كتيرة قوي. كان وقتها عامل مهرجان ان الحاجات دي بتتباع بالكيلو، وفي اوقات الحاجات بتتباع بالقطعة. فانا كنت جايباها من هناك. وده كنت طقم جايباه لوحده. بص تفاصيله، هو اول ما شفته بصراحة خطف قلبي كده، بس ده كان محل ادوات منزلية جنب البيت، وكنت جايباه ب 350 جنيه. اخر طقم ده سيمبل خالص، كنت جايباه من رنين، كان في حدود 75 جنيه او 50 جنيه، مش متذكرة بالظبط. نيجي بقى الكوبايات بتاعة الشاي، بصراحة دي أهم حاجة في المطبخ وأكتر حاجة بنستخدمها يا عروسة. فأنتي ممكن تجيبي طقمين أو 3 عادي على حسب دي يريحك، بس أهم حاجة تجيبيها وتاخدي بالك وانتي بتجيبي كوبايات، تجيبي نوع كويس. هاتي تركي أو مصري على حسب المقدرة بتاعتك، مفيش مشكلة. بس حاولي تجيبي حاجة سادة ما يكونش عليها حاجات مطبوعة. حتى لو هي تبقى عايزاها منقوشة، النقشة تبقى منها فيها، يبقى معمولة حفر ليزر، ما تكونش النقشة متلونة عليها. حابة الكوبايات الملونة ممكن تجيبي حاجة كوبايات زي اللي أنا موريها لكم دي. هي الكوبايات أنا كنت جايباها من ماركة بازاباتشي، وكان الستة كانوا ب 200 جنيه من رنين، وموجودين في أماكن كتيرة جدا، ممكن حتى تعملوا عليهم سيرش على الإنترنت. في منهم لون أزرق وفي الأبيض الشفاف، بس أنا حبيت اللون ده. ولو حابين تجيبوا كوباية تكون أصغر شوية للشاي، تكون مسح خالص من غير الودان، مفيش مشكلة. حاجة كمان عايزة أكلمكم عليها، الشوب ده ممكن أحط فيه سحلة أو هوت شوكليت هوم لأحد الحاجات في الشتاء. هو أنا لما شفته عجبني عشان شكله زي اللي بتقدم في الكافيهات. الاتنين دول كنت جايبهم برضو من رنين. الشوب الكبير كان بقاله كذا سنة عندي، في الحقيقة مش فاكرة سعره بس هو كان من رنين. والصغيرة دي هي
الازاز بتاعها خفيف شويه، بس هو نوعا ما اتقل من غيره. كان نوعهم بزبادي. كانت الستة من الازاز الصغير دي كانت ب 100 جنيه اعتقد، ما تعديش كده. اخر حاجه عايزه اكلمكم عليها كوبايه الميه. اول واحده اللي من على ايكيا، اللي بعديها سيتي جلاس، اللي بعديها لومينارك. كل واحده منهم كنت جايبه منها ستة. اجمالا بقى للفيديو، الاطقم اللي انتوا تجيبوها للمطبخ وللنيل: 3 اطقم للشاي، طقمين للمية. طقم للعصير كاسات تحطها في المطبخ، طقم فناجيل قهوة. بس كده خلصنا، ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.